اللي انتوا شايفينه ده آخر مرحلة من مراحل مرض السعار أو المشهور بداء الكلب، والمرحلة دي ملهاش علاج. والسعار أو مرض الكلب مش بيجي من عضة الكلب بس، لا ده ممكن يجي من حيوانات تانية كتير زي القطط والفئران والحمير والسناجب والثعالب، ممكن يجي من الخربشة أو من لحس أي جرح مفتوح في الجسم. والسعار ده فيروس بيصيب الجهاز العصبي بيروح للمخ، بس أعراضه ما بتظهرش على طول، فممكن أعراضه تظهر بعد 6 شهور من العضة أو الخربشة. وأعراضه في الأول مشابهة جدا لأعراض البرد زي الصداع والكحة وتكسير الجسم. والسعار مرض صعب جدا تشخيصه، والمراحل بتتطور لحد لما المريض بيحس بتشنجات وصعوبة في البلع، وأول ما يشوف المية ويحاول يشرب عضلات الزور بتتشنج بعنف، يحس إنه بيتخنق ويخاف من المية جدا، فبيبقى عطشان وعنده جفاف في جسمه والمية قدامه ومش قادر يشرب، وده غير إنه بيخاف من الهواء، وفي الآخر بيدخل في غيبوبة ويتوفى. والحل انك لما تتعرض لحاجه زي دي انك تغسل مكان العضه بالميه والصابون لمده 15 دقيقه ل 20 دقيقه تقريبا، ولازم بعد العضه تاخد مصل من اقرب مستشفى، لان اي خرق للجلد من حيوان متطعم او حتى مش متطعم للامان لازم يتاخد له مصل. قبل ما تقول ده مش مهم ده حته خربوش، لازم تاخد لحظه للتفكير وتعرف انت داخل على ايه، وما تغامرش بحياتك، واعمل شير عشان الكل يستفيد.